السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات. عاملين ايه؟ بعد ما اتكلمنا عن الخشونة قلنا ايه هي اعراضها، ازاي نشخصها، نعالجها ازاي في فيديوهين مختلفين، ازاي نحافظ على اجسامنا وعلى مفاصلنا. يعني بصيغة اخرى، يعني بالتبسيط، ازاي نحافظ ان الخشونة ما تحصلش بدري شوية، لان الخشونة دي المؤثر والعامل الرئيسي فيها هو جيناتك وطبيعتك الجسدية. ممكن واحد يحصل له خشونة عند 40، وممكن واحد يحصل له خشونة عند 60، ممكن واحد يحصل له خشونة ويحوز تغيير مفصل، وممكن واحد يحصل له خشونة ويفضل عايش طول عمره كويس وبيقدر يحرك مفاصله كويس. لكن في بعض الحاجات هننوه عنها سريعا، اهمها على الاطلاق عشان تحافظ على مفاصلك وصحتك الجسدية في العموم، مش مفاصلك بس. من اهم الحاجات دي ان انت تحافظ على الوزن. الوزن من الحاجات المهمه في الخشونه. طبعا هو مفيش حاجه لوحدها بتعمل حاجه، يعني مفيش واحد عشان تخين بيجي له خشونه عشان هو تخين وبس، لكن نعم هي بتعمل ميكانيكال لود وبتحمل على وزنه بطريقه ميكانيكيه او على ركبه بطريقه ميكانيكيه وبتضغط الغضاريف في بعضها. لكن في بعض العوامل الاخرى قد تتوفر فتظهر الخشونه بقدر شديد، وقد لا تتوفر على حسب. يبقى موضوع الوزن من الحاجات المهمة. عشان احافظ على الوزن هعمله طبعا لازم احافظ على على العادات الغذائية بتاعتي السليمة. اكلك يبقى تقريبا في مواعيد شبه ثابتة، يكون دايما متوازن من حيث المكونات الغذائية بتاعته اللي انت بتاكلها. المهم يكون القدر متوازن. دايما حافظ على ان بطنك ما تبقاش مليانة والاكل فيها كتير، لان ده بيأثر على الفلو بتاع او على سريان الدورة الدموية في جسمك كله. تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا اللايف ستايل. يعني لو حضرتك مثلا او حضرتك بتشتغلي شغل كتير، او بتقعدي على مكتب كتير، او بتسافري كتير في مواصلات او في عربية او سواقة، حافظ دايما على معدل حركة مفاصلك عن طريق ان انت كل ما جات لك فرصة للمشي تمشي. انا ما بقولكش سيب شغلك، وعارف ان في كتير من اللود وفي كتير من الاعباء الحياتية. حاول على قد ما تقدر كل ما جات لك فرصة تمشي. ابسط الطرق الرياضية هي المشي، لكن طبعا لو في طريقة أخرى لممارسة الرياضة زي الجيم، زي العوم أو السباحة، من الحاجات المهمة جدا اللي بتفيد في المفاصل في العموم، وبننصح بيها بعض الأمراض الروماتيزمية، وخاصة حاجة زي الأنكيلوزنج سبونديلايتس. وبرده من الحاجات اللي بتلين المفاصل حلوة قوي هي المية والعلاج المائي. ولو في مثلا طبيبك أشار عليك أو حب إن هو يخليك تعمل علاج طبيعي، فدي من الحاجات اللي بتفيد شويتين خشونة المفاصل، وبتحسن من معدل حركة المفصل، وتحسن قوة العضلات المحيطة بالمفصل. لأن زي ما قلنا المفصل ده أصلا مش غضروفه بس، ده غضروف وجواه سائل وحواليه أربطة وحواليه عضلات. دمتم في صحة وسعادة جميعا.